السلام عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بألف خير وانتوا بتتفرجوا على فيديو النهاردة الفيديو عني انا. مين هي ندى؟ يا ترى مين هي ندى؟ هنعرف دلوقتي مين هي ندى. بس اول حاجة قبل ما ابدأ في الفيديو اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة لو مش مشتركين من الزرار الاحمر تحت الفيديو سبسكرايب او اشتراك، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات اللي بنزلها. ودلوقتي بقى هنبدأ في الفيديو بتاعنا. انا ندى، اسمي ندى محمد على اسم القناة بتاعتي. عندي كام سنة؟ يعني عندي 16 سنة او 15 ونص، 15 ونص 16 سنة، يعني حاجة زي كده. اصل انا مواليد 2003 شهر 6 28 6 يونيو 2003. من اسكندرية، بالتحديد بقى بالظبط انا من العمرية. في اولى ثانوي عام. بحب مدرستي جدا، بس مش بحبها عشان بتصحيني بدري. بتخليني اصحى من الساعة 6 الصبح في الشتاء والناس كلها نايمة ومتدفية واحنا رايحين المدرسة. مش بحبها عشان كده. بس نعمل ايه؟ لازم نيجي على نفسنا جامد. هي بتبقى فترة كام شهر كده وفي الاخر بننام براحتنا في الاجازة. اكتر مادة بحبها بقى الانجليش، بستمتع جدا وانا بدرس الانجليش في المدرسة في الدروس، يعني بحب اللغة دي جدا. يعني اكيد بحب اللغة العربية جدا، بس انا بتكلم على على الانجليش ان هو اساس مادة يعني، فانا بستمتع جدا بيه. وكمان بحب مادة الأحياء جدا. ليه؟ بحسهاش مادة صعبة قوي، وغير كده بحس ان هي مادة شيقة كده في دراستها. بستفاد منها، يعني انا دراستي ليها، بستفاد منها في حياتي. يعني انا بحب الأحياء، بحب الدروس اللي فيها ومواضيعها جدا علشان بتفيدني، وانا دايما بحب المادة اللي تفيدني في حياتي عموما. وبحب كمان الرياضة، رغم اني بلاقي طلبة كتير او من كتير من صحابي بيكرهوها. ليه؟ يقولوا الرياضة صعبة ومعقدة. مش عارفة، هو انا مش بشوف ان هي معقدة. ليه؟ لان هي الرياضة مجرد شوية قوانين، شوية مفاهيم تتفهم، بس يعني بقانون واحد هتحل كذا مسألة. واللي بحبه اكتر ان هي بتنفع في الامتحان في ايه؟ ان لو جت مسألة ليها اكتر من حل، يعني ملهاش حل موحد الناس كلها لازم تحل بحل واحد. لا، يعني انا احل المسألة بطريقتي، صاحبتي بطريقتها، المستر يحل بطريقة، انا اعمل الطريقة. انا بحبها علشان كده بقى. ومادة فهم، احلى حاجة ان هي مادة فهم، مش عايز اي حوارات، ومادة تشغيل دماغ، عشان كده بحبها. ويا ريت يا جماعه تحبوها. بدعوكم لحب ماده الرياضيات، لان بلاقي طلبه كتير بالنسبه لهم الرياضه دي عقده وبيكرهوها. التاريخ، مش هقدر اقول لكم اكتر ماده بحبها، لان هي اكتر ماده انا بكرهها، مش عارفه ليه. الماده اللي ذاكرها النهارده انساها بكره. انا مش عارفه مالها بيا. ماده جباره، فظيعه. انا مش بقول ان هي ماده وحشه، لا، في كتير قوي بيحبوها، ومن ضمنهم اخويا في اولى اعدادي بيحبها. بس انا مش بحبها، مش عارفه ليه. يعني انا مهما بفضل اذاكرها وافضل ماشيه تمام التمام التمام، مجرد ما اقفل الكتاب خلاص واجي اسال نفسي فيها، بحس ان دماغي ساحت ودخلت في بعض. مش عارفه ليه، انا لازم اعالج المشكله دي. تعبت منها. هي الجغرافيا، هي مش اكتر مادة بحبها، ومش هقول بحبها جدا، بس انا بالنسبة لي ان الجغرافيا ارحم من التاريخ. رغم ان كتير يقولوا ان التاريخ مجرد قصة وحكاية، بس التاريخ مليان تواريخ وشخصيات كتير واعمال كتير، فدوت اللي بيضايقني. اما الجغرافيا بحس ان هي مقبولة شوية عن التاريخ. بحب الإيجابية جدا، بحب الحماس، مش بحب التكشير. ابتسموا يا جماعة، سمايل، بحب الابتسامة قوي. مهما كانت الهموم، مهما كانت المشاكل، فمش مفيش داعي اصلا للانسان يبقى متشائم او زعلان خالص. ليه؟ لان الناس ملهاش ذنب ان هي تشوف مثلا التكشير بتاعك او عياطك. علشان كده يعني لو تبقى مكشر ومنكد كده وشيلت جنسيتك، يعني ان انت كده يعني الناس مش هتحبك. الناس بتحب الناس اللي بتبقى ايجابية وبتضحك وبتبتسم. مش لازم خالص، ومفيش اي داعي للتكشير او للزعل مهما كانت الضغوط يعني.
اتجه كده لربنا كده وادعي وصلي، ومفيش حاجة هتبقى وحشة قدامك. حبي نفسك او حبي نفسك، حبي الحياة. ده مش معناه انك تبقى متمسك بالحياة مثلا، او انك توصل لدرجة غرور، لا. انت مجرد بس انت بتخلي عقلك يقتنع ان انت يعني هتبقى انسان متفائل، يعني بلاش تشاؤم. خليك دايما واثق انك تقدر تعمل اي حاجة وكل حاجة، عشان لما تبقى مقتنع بكده وواثق في كده انت هتقدر تعملها. انا كده دخلت في موضوع تاني خالص ملوش علاقة بالفيديو، بس زي ما قلت لكم بحب الايجابية، فلما بتكلم فيها فبفتح في مواضيع تانية خالص. ادخل على باقي الفيديو بتاعي بقى. اكتر صفة بكرهها الكذب. بكره الكذب والناس اللي بتكذب، يا ربي ما اقدرش اوصف لكم قد ايه بكرهه. وفي حاجة تاني بحبها، بحب الهدوم جدا، يعني انا بعشق الهدوم. مش عارفة، ما بزهقش من الهدوم خالص. واعتقد في بنات كتير كده، وانا مش انا لوحدي، يعني بتعتبر البنات كلها كده بتحب الهدوم والتغيير. بس انا بقى بحب اللبس الكاجوال اكتر من اللبس الكلاسيك، او اللبس مثلا السواري. ليه بقى؟ لان بحس ان هو بيبقى مريح اكتر، ببقى مبسوطه وانا لابسه اللبس الكاجوال اكتر يعني. بس اكيد يعني مش بكره باقي اللبس، لا، يعني بحس ان كل حاجه بيبقى ليها مناسبتها كده، بس بفضل الكاجوال. بحب الشعر الطويل زي ما انتم شايفين كده اكتر من الشعر القصير. بحب الشعر الطويل اكتر من الشعر القصير. بحب الالوان الغامقه، اللون الغامقة دي كده اكتر من الالوان الفاتحة. مش قصدي الغامق والفاتح في الكتابة يعني وانا بكتب بيه، لا عموما يعني. بس ده ما يمنعش ان انا ممكن البس لبس فاتح برضو. اكتر لون مش بحبه ده اللون البني هو اكتر لون انا مش بحبه، مش عارفة ليه ما بحبهوش. ما بحبش البني، ما بحبهوش. في ناس بقى كانت بتعتقد ان انا عايزه اطلع دكتور تجميل، عشان بعمل خلطات بقى وتجميل للبشره وحاجات كده تبع البنات. انما انا لا، مش عايزه اطلع دكتور تجميل بقى، المفاجاه. رغم ان انا بحب التجميل وماسكات وحاجات زي كده، بس الموضوع ان انا اطلع دكتور تجميل ما كانش في دماغي، ومش في دماغي كمان، ويعني ما فكرتش ان انا اطلع دكتور تجميل، وفعلا مش عايزه اطلع دكتور تجميل. وبكده اكون وصلت لنهاية الفيديو بتاع النهاردة بتاعي. بتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، وتكونوا عرفتوني اكتر، وان شاء الله مش اخر فيديو عني. اكيد بقى فيه حقائق ومعلومات مذهلة وحاجات غريبة كده نعرفها مع بعض، هتعرفوها عني. وانا كمان عايزه اعرف عنكم بقى حاجات، وتكتبوا لي في الكومنتس التعليقات تحت معلومات عنكم. بحبكم كتير جدا، بنات ولاد متابعيني، اي حد بحبكم كلكم. عرفوني عن نفسكم حاجات، انا بفرح جدا لما تكتبوا لي تعليقاتكم الجميله. ان شاء الله باذن الله هشوفكم في فيديو جديد. هستناكم تقترحوا عليا اقتراحات جديده في التعليقات. باي.